بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا الآن حابب خاطب العالم ككل وأهلنا وإخواننا في الجزائر بشكل خاص. إلى الآن هذه أول اتفاقية نبرمها مع شركة تيزي لابا الجزائرية فيما يخص العلوم الصيدلانية. طبعا هذه الاتفاقية نصها كالتالي: بغية تطوير البحث العلمي التطبيقي في المجالات الصيدلانية الطبيعية. جاءت هذه الاتفاقية لتجسد رغبة الطرفين في تفعيل البحوث العلمية المتخصصة في الأمراض المزمنة. الأطراف: عقد هذا الاتفاق بين الطرف الأول اتحاد الجامعات الدولي المرخص تحت رقم 5827 مقره اسطنبول تركيا، ممثلا برئيسه الدكتور محمد خير الغباني. الطرف الثاني تيزي لابا المرخص تحت رقم 5011-3369 A16-16-200 في الجزائر، الممثلة من طرف نائب المدير العام أستاذ اسكندر فوزي. اتفق الطرفان التعاون العلمي البحثي في مجال التطوير الصيدلاني للمنتجات الطبية المضادة للأمراض المزمنة، تطوير الشراكة من شراكة علمية إلى شراكة استثمارية لمنتجات البحث الصيدلاني، عقد ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية في مجال الإنتاج الصيدلاني وتطويره داخل الجزائر وخارجها، السعي لتوسيع مجال البحث في المنتجات الصيدلانية والشبه طبية بين الطرف الأول والطرف الثاني، مع سعي الطرف الأول لتأمين مخابر عند الجامعات لاعتماد بحوث مشتركة تعالج أخطر الأمراض. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. ولي رسالة أوجهها إلى أهلنا في الجزائر، أو رسالتين بالأحرى. الرسالة الأولى: كل الأخبار التي تقال من الأمس إلى اليوم عارية عن الصحة، إلا الأخبار التي تقرؤونها على صفحة الاتحاد أو على موقع اتحاد الجامعات الدولي. غير هذه الأخبار لسنا مسؤولين عنها وليس لنا علاقة بها. من الأمس إلى اليوم جاءت مئات الرسائل عن أخبار لم نتكلم بها، لم نعلن عنها، لم نتطرق إليها، فنرجو الدقة من خلال صفحتنا في اتحاد الجامعات الدولي. المسألة الثانية التي أريد أن أتكلم بها: كيف لا ندعم باحث عربي جزائري مسلم وبحثه وعلاجه ودواؤه مرخص من وزارة الصحة في الجزائر؟ هذا نحن أولى به، نحن أولى بدعمه. لماذا هذا الحرب على الباحثين العرب؟ هل بالضرورة أن يكون الباحث بروفيسور أو دكتور؟ يمكن يكون الباحث طفل صغير ويدعم من أكبر الجهات العلمية ومن أكبر المناصب. وغدا إن شاء الله عندنا مؤتمر صحفي سنعرض فيه فيلم عن الباحثين العرب الجدد الذين يعيشون معنا وكيف يدعمون من رأس السلطات مثلا في الولايات المتحدة، كما دعم هذا الطفل الصغير الفلسطيني في الولايات المتحدة من رأس الهرم من أوباما من رئيس أمريكا. نحن أولى في الدعم، وخصوصا القرآن الكريم رغبنا في البحث العلمي وأمرنا بالبحث العلمي لنواري سوءاتنا. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى عندما قتل قابيل هابيل: وبعث الله غرابا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليواريه سوءة أخيه. يبحثوا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالبحث لنواري سوءاتنا من علاج، من أمراض. فادعموا أبحاثكم وادعموا باحثيكم فهم أولى. وأنا أريد أن أوجه رسالة شكر للباحث توفيق زعيبر الذي يتحمل ويصبر على إزاء المفترين وله الأجر. أيضا لم يقبل أن يأتي إلى تركيا
كي لا يكون فريسة عند بعض المتكلمين وبعض الوسائل الإعلامية المحاربة لباحثين أنه خرج من الجزائر أو أنه ترك الجزائر فبقي في الجزائر صامدا ومتشبثا بدولته. وأريد أن أشكره وأشكر الشعب الجزائري وأشكر العقل الجزائري وأشكر الدماء الجزائرية التي سالت ضد الاحتلال وضد الغزو. وأنبهكم من الغزو الفكري فهو أشد شراسة من الغزو الحقيقي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا فيما يخص المكمل الغذائي الذي يساعد في علاج الدواء أو في علاج داء السكري، وهو من أكثر الأمراض انتشارا، وكثير من الإخوة في الجزائر توسلوا علي وتدخلوا علي أن نكمل هذا المشروع. 4 مليون جزائري مصابين في داء السكري، 20% من المملكة العربية السعودية مصابة في الداء السكري. وهذا المنتج مكمل غذائي الذي استفاد منه آلاف من الناس في الجزائر، وعشرات من الأخوة والأخوات تواصلوا معي عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيس الواتساب وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعية، وبعثوا لي تسجيلات أنهم استفادوا من هذا المكمل. هذا المكمل نعدكم إن شاء الله أن نتكلم عنه بتوسع غدا مع الباحث إن شاء الله. سيتكلم ملخص عن هذا المكمل الذي يعالج داء السكري. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجميع. هذا سنستمر بدعمه ودعم كل بحث. صدقوني عشرات الباحثين تواصلوا معي بعد أن نشرنا أننا يوجد عقد اتفاق وشراكة مع الشركة المنتجة لهذا الدواء. تواصلوا معي أيضا ليقدموا أبحاثهم ضمن الشكر والتقدير من طرف الجزائريين الذين استهلكوا هذا المكمل الغذائي، وكان فيه يعني راحة تامة للناس يعني في الاستهلاك ديالهم. وعلى الأساس نود أن نوضح يعني نوضح الأمر بأن الدولة الجزائرية يعني، وهذا يكون لنا يعني كمخبر كجزائريين أولا شرف كبير لنكون دعم. كنا يعني في السابق كنا دعم للأفكار الثورية، الحمد لله نلنا الاستقلال بهذه الأفكار، والآن ندعم هذه الأفكار كجزائريين فيما هو الحرب الحالي. هي حرب علمية بحتة، ليست سياسية وليست، هي حرب علمية. الذي يكتسب العلم يكتسب القوة. وفي هذا الأساس نود بإذن الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي هذا السياق كانوا يعني علماء مسلمين هما كانوا رواد في العلم الداخلي والطب الداخلي، البسيكياتري، البسيكاناليز، علماء كبار وفلاسفة. لماذا يعني تأخرنا في هذا المجال؟ تأخرنا لأننا لم نأخذ في اعتبار قوات القدرات تاعنا. رحنا نبحث عن قدرات أخرى، ولكن قدرات راهي فينا لازم نخرجها. اتحاد الجامعات الدولي حوس يخرج هذه الطاقات من الشعب العربي المسلم. وهذه الإطارات وهذه التقنيات وهذه الأبحاث وهذا التطور ما يكون إلا لصالح الأمة العربية الإسلامية، ويكون لنا كشرف جزائريين لنكون رواد في هذه الطليعة العلمية. بإذن الله سترى النور قريبا بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله، ونشكركم على الحضور. وهذا يعني جلسة طيبة. بارك الله فيك.